عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلة اقتصادية جدا وبسيطة جدا وفي 5 دقايق بس هتخلصيها. تعالوا نبدأ ونشوف عملنا ايه مع بعض. في الأول كده معايا حوالي نص كيلو من البطاطس، قشرتها وسلقتها بالشكل ده، وبعدين بعملها بالهراسة، بفرمها كده وبهرسها مع بعض بنفس الشكل. وبعدين بقى هجيب احط عليها معايا رشة من الملح، ومعايا كمان فلفل اسود، ومش هحط غير كده ملح وفلفل اسود. لو حابة انتي تزودي اي بهارات تانية براحتك. معايا هنا بقدونس مجفف، لو عندك طبعا خضرة تكون فريش كده يبقى يستحسن، افرميها كده وقطعيها وحطيها عليهم. انا ما كانش عندي فحطيت بقدونس مجفف، وزودت عليهم معلقتين كبار من النشا، وكمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا السيومي لو متاحة. لو مش متاحة نستغنى عنها عادي جدا، مش هتزود ومش هتقلل، ما فيهاش اي مشكلة. لما نلغيها يبقى بس البطاطس بالتوابل بحبة الخضرة بتاعتنا، يطلع طعمها حلو جدا برضو. هنعجنهم بالشكل ده، وانا حطيت معلقتين كبار بس من النشا. لو انتي حابة تزودي معلقة كمان عشان تبقى كريسبي اكتر ومقرمشة اكتر زودي، بس هي طالعة كده حلوة جدا ومقرمشة من بره ومن جوه طرية وهشة. تعالوا بقى هنا ناخد قطعة قطعة كده ونكورها، ونعمل الكمية بتاعتنا بنفس الشكل كده، نعملها كرات صغيرة زي ما انا شايفة كده. هنا كانت الكمية بتاعتي كلها عملتها. وتعالوا بقى نروح على الزيت نسوي البطاطس بتاعتنا. ممكن كمان تعمليها في الاير فراير. هنا معانا زيت سخن غزير، نزلت بالبطاطس بالشكل ده، وبعد ما البطاطس بتمسك نفسها وتبدأ تاخد لون بتقلبيها، ما تجيش عندها قبل ما تاخد لون، لازم تمسك نفسها كده من تحت وتاخد لون من تحت، تروحي مقلباها. وبرضو بنقلبها بالراحة علشان ما تدخلش ببعضها. تمام. وبعدين بعد ما بتاخد لون من جميع الاتجاهات بالشكل ده بنرفعها وبنطلعها على مصفى. وبعد ما بتتهوى كده شوية على المصفى بتحطيها على السرفيس بتاعك وبتقدميها، وبيبقى طعمها حلو جدا 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 ومقرمشة جدا من بره كمان. جربيها وهتعجبك. لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.